مرحبا، اليوم بدي أعمل معكم حلومي سلاد أو سلطة الحلوم، وصفة عن جد خرافية. هون في عندي المكونات مثل ما أنتم شايفين. عندي خس آيسبرغ، وعندي روكا أو جرجير. عندي جبنة حلوم مقطعتها مربعات بهي الطريقة. عندي بندورة، خيار، رمان، أفوكادو. وهون في عندي للدريسينج المكونات اللي أنتم شايفينها. أول شي بمقلاية على النار حطيت نتفة زيت زيتون، بدي قلي الحلوم لحتى هيك شوي ويعطي طبقة كريسبي. بعد ما يعطي هاي الطبقة بحط معلقتين من العسل. ما بتتخيلوا مزيج العسل مع الملوحة تبع الحلومي شو بتعطي طعمة طيبة. تاني شي هون بدي بلش جهز الدريسينج. حطيت ليمونة، وحطيت ملح ودبس رمان وسماق. بدي حركهم كلياتهم وخلي الدريسينج على جنب. هون لتحضير السلطة حطيت الخس والجرجير. بحرك بدمج الخس والجرجير مع بعض، وهذا رح يكون البيس تبع السلطة. بعد ما حركهم هيك ويندمجوا سوا مع بعض رح أضيف حبتين من البندورة مقطعين بهي الطريقة، وعندي كمان خيار بضيفه. وبعدين بضيف الأفوكادو، إما نص حبة أو حبة حسب قديش أنتو بتحبوه. بتقدروا تكتفوا لحد هون، ومنضيف طبعا كمان الرمان. وبتقدروا توقفوا لحد هون إذا أنتو عاملينها لبوفيه أو لسفرة رمضان. بتجلتنوها وبتحطوها بالتلاجة، ولوقت التقديم منضيف الحلوم والدريسنج. هون هلا انا ضفت الحلوم، شوفوا لي هالكريسب وهيك القرمشه مع الكراميل، يعني عن جد خرافي. ضفت الدريسنج، والدريسنج لحاله قصة. حركتهم كلياتهم مع بعض عند التقديم، وعن جد خرافية الوصفة. بنهاية الفيديو صحتين وألف عافية.